كلنا مرينا باللحظة دي، اللحظة اللي قرر فيها تبدأ تجهز كل حاجة، ترتب مكتبك، تفتح اللابتوب، تعمل قهوتك، والنتيجة تأجل اللي انت عايز تعمله وتعمل حاجة تانية خالص. مش لأنك مش عايز تبدأ، لا، بس لأن في حاجة جواك بتقاوم الفعل نفسه. حاجة بتقولك استنى شوية، لازم تكون مستعد أكتر. تلاقي نفسك في دوامة التأجيل اللي شكلها بريء بس أثرها مؤلم. اللحظة اللي بتأجل فيها ممكن تبان عادية، بس هي بالظبط اللحظة اللي بتسرق منك أيام ويمكن شهور أو سنين. اللي بيحصل مش بسيط ولا عشوائي، في صراع مستمر بين جزئين في دماغك. الجزء الأول هو القشرة الجبهية، وهنسميها هنا الجزء العاقل، وده اللي بيخطط ويرتب وبياخد القرارات. الجزء الثاني هو النظام الحوفي، وده هنسميه الجزء العاطفي، وده المسؤول عن الإحساس اللحظي بالمتعة الفورية. وكل مرة تيجي تبدأ شغل أو مشروع أو مذاكرة، الصراع ده بيشتغل. الجزء العاقل بيقول لك ابدأ دلوقتي، عندنا تاسك لازم يتسلم وفي ديدلاين. والجزء العاطفي بيرد عليه يقول له خلينا ناخد بريك صغير ونبدأ بعده. والبريك الصغير بيتحول لأيام. الموضوع مش كسل، دي طريقة عمل الدماغ البشري. الدماغ بتدور على أقل مجهود وأسرع مكافأة، ولو ما فهمتش ده هتفضل تلوم نفسك بدل ما تعالج المشكلة. خلينا نبص الموضوع من زاوية تانية. في هرمون في جسمك اسمه الدوبامين، وناس كتير فاهمة غلط ان هو هرمون السعادة. في الحقيقة الدوبامين مش بيخليك سعيد، هو بيخليك تدور على الحاجات اللي ممكن تسعدك دلوقتي مش بعدين. هو دافع مش مكافأة. لما تفتح موبايلك وتلاقي إشعار أو فيديو جديد أو حتى أكل بتحبه، هنا الدوبامين بيتكلم ويقول لك يلا نجرب دي. دلوقتي لما تيجي تشتغل أو تذاكر أو تبدأ حاجة صعبة، المخ بيقارن بين اختيارين: حاجة سهلة فيها متعة سريعة زي تيك توك، يوتيوب، أو شات في جروب الشلة، أو حاجة صعبة نتيجتها هتيجي بعد وقت طويل زي مشروع أو امتحان أو شغل جديد. وطبعا بيختار الأسهل، مش لأنك ضعيف، لكن منظومة التحفيز في دماغك مش متدربة على المدى الطويل، لازم تدربها. واحدة من أذكى طرق التسويف هي الجملة اللي بتقول أنا مستني اللحظة الصح أو الحالة النفسية المناسبة أو لما أخد أجازة. في الحقيقة يا يوسف نقول لك إن اللحظة دي مش هتيجي، ولو جت مش هتستمر. اللي بيبدأ وما بيستناش الظروف المثالية هو اللي بينجز، وده لأنه قرر إنه يبدأ رغم إنه مش جاهز. في جملة مهمة جدا لعالم النفس توماس بيتشل، وده ألف كتب كتير عن التسويف. قال فيها الناس بتفتكر إن هم لازم يكونوا في المزاج المناسب عشان يشتغلوا، لكن الحقيقة المزاج بيتظبط بس بعد ما بتبدأ، مش قبل. ما تفتكرش إن أنت الوحيد اللي بيسوف. في دراسة من جامعة كارلتون في كندا، بيقول الباحث تيموثي بيتشل إن 95% من الناس بيأجلوا المهام بشكل منتظم. أما في أمريكا في إحصائية من جامعة ديبول بتقول إن 1 من كل 5 أشخاص بالغين بيعتبر التسويف مشكلة مزمنة. وفي دراسة نشرت سنة 2022 في مجلة جاما نتورك أوبن، ودي مجلة طبية مهتمة بالصحة العامة، لقوا إن الناس اللي بيسوفوا كتير كانوا أكتر عرضة للتوتر واضطرابات النوم وأحيانا مشاكل جسدية زي الصداع. يعني التسويف مش بيأخر شغلك بس، ده كمان بيستنزفك نفسيا وجسديا. بنشوف فيديوهات على تيك توك أو ريلز عن الناس اللي قاعدة بتسوف، وبيتحول الموضوع لكوميكس وميمز. المشكلة مش في الضحك، الضحك مفيد ومطلوب. في ترند ظهر اسمه بيد روتينج، ناس بتقعد بالساعات على السرير بتتفرج وتأجل وبتقول سيلف كير، بس الحقيقة هو شكل جديد من أشكال الهروب. مشكلة التسويف إنه عبارة عن لوب أو حلقة، وعشان تكسر الحلقة دي زيها زي أي مشكلة هو الاعتراف بيها. الخطوة التانية هي إنك تبدأ. الكاتب الأمريكي جيمس كلير مؤلف كتاب العادات الذرية بيقول إنه العادات مش بتتغير بالنية، لكن بتتغير بالاستمرارية. في تكنيك اسمه قاعدة الدقيقتين أو التو مينتس رول. ابدأ أي مهمة لمدة دقيقتين بس، لو كملت ممتاز، طيب لو وقفت على الأقل مخك ما أخدش على التأجيل كروتين يومي. طيب إزاي نعالج مشكلة التسويف؟ في الحقيقة في كذا خطوة ممكن نعملها. أول خطوة إنك تعرف المهام بوضوح. أنا مطلوب مني إيه النهاردة؟ مطلوب مني تقارير معينة في الشغل، هبدأ أذاكر مادة كذا أو مادة كذا، أنفذ فكرة أو أبدأ كورس.
خلاص حددنا المهمة الرئيسية، نبدأ نقسمها بقى لمهام أصغر. ابدأ بالأسهل أو اللي ممكن تنجزه بسرعة، ده هيبقى دافع ليك إنك تكمل. نظم وقتك بأسلوب يناسبك. في ظل السرعة اللي احنا بقينا عايشين فيها، تنظيم الوقت ما بقاش رفاهية، لازم تحدد وقت تقديري لكل مهمة. ابعد عن المشتتات. المشتتات كتير جدا دلوقتي، واكتر حاجة واسهل حاجة ومتاحة في ايدينا طول الوقت هي الموبايل. وعشان تنجز لازم الوقت اللي هتذاكر فيه او هتشتغل او هتبدأ تاسك خلي الموبايل بعيد عنك او تقفله. عشان اللي بيحصل، وكلنا عارفين الصوت ده، هشوف المسج دي او النوتيفيكيشنز او الاخبار على السريع كده، وينتهي بيك الوقت ماسك الموبايل 3 ساعات ونسيت انت كنت بتعمل ايه. لازم بعد ما تنجز كل مهمة انك تكافئ نفسك، لكن المهم انك تكافئ نفسك بذكاء. ادي لنفسك لحظة ممتعة بعد كل انجاز، واختار انك تعمل حاجة تحفزك انك تكمل. تمشية خفيفة، مشروب بتحبه سواء قهوة او غيره، او كام دقيقة استرخاء. بس لازم تحذر، المكافأة اكتر حاجة بتغري المسوف، فخد بالك ان المكافأة ما تقلبش منك على تسويف. كلنا بنسوف وكلنا بنهرب، وكلنا قلنا الجملة دي، هبدأ من بكرة. بس بص حواليك، كام بكرة عدى، وكام حلم اتأجل، وكام فرصة متعرفش أصلا إنها كانت مستنياك. التسويف مش راحة، ده خدعة، بيريحك دلوقتي ويوقعك بعدين. هو هتفضل تتفرج على نفسك والوقت بيضيع من بين ايديك. ما تستناش اللحظة المثالية لأنها مش هتيجي. ابدأ وانت مش جاهز، ابدأ وانت خايف، ابدأ وانت زهقان، بس ابدأ. التسويف مش مشكلة وقت أو ظروف، التسويف مشكلة قرار. ولو وصلت للنقطة دي من الفيديو، ما تنساش تعمل لايك، تشير الفيديو، وتسيب كومنت، وتعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.